الجي تي 740 احد ارخص كروت الشاشه اللي ممكن تلاقيها في السوق بسعر تقريبا 350 جنيه، اي 11 دولار تقريبا. الكارت ده نزل سنه 2014 بمعماريه كابلر ودقه تصنيع 28 نانومتر بتردد 993 ميجا هرتز للنواه، وتردد الرام 1253 ميجا هرتز، و1 جيجا رام من نوع دي دي رام 5. كارت شاشه رخيص جدا وكمان قديم جدا جدا. انا عن نفسي مش متوقع منه حاجه كتير قوي، او تقدر تقول انا ما كنتش متوقع منه حاجه نهائيه، ولكن الكلام ده قبل ما اقرر ان انا اركبه على احد اقوى معالجات انتل الجيل ال 12، حاجه زي ال 12700 كي. معالج جبار بكل المقاييس، سواء كنت بتتكلم عن جيمنج ولا شغل مونتاج او اي حاجه فيها مالتي تاسكينج من النوع التقيل او العيار التقيل، مش هيقولك لا وهيسد معاك. والحقيقه ان احنا مش هنقف عند تجربتنا مع المعالج والسلام على كده اهو، لا احنا كمان هنكسر سرعه كارت الشاشه ده، حرفيا احنا هنبهدلك يا غالي. يلا بينا نركبه. مبدئيا كده الكارت قذر جدا جدا ومحتاج مننا شويه تنظيف، فانا همشي عليه كده بالفرشه مش اكتر وانضف الهيدسيت. ما تعملهاش ايه ده، تحس انه بيطلع دخان حرفيا من كتر القذاره اللي فيه. يا جدعان انا عندي حساسيه، انا هورم، مناخيري هتورم النهارده. طيب خلينا نفك هذا الكارت المعفن جدا حقا، هو الار تي اكس 3070 تي اي النسخه الايسو ستاف. طبعا يا جماعه مش معفن ولا حاجه، الكارت جامد بنت يعني. بس خلينا نفك المسمار الاول من اهو، اسرع من الدريل. لا يا نعمه هندسه. هنا في حاجه بتحصل مع ناس كتير، وهي ان ما بيجي يضرب على اللوك ده ما بيفتحش للنهايه، فانت مش لازم تفتحه اصلا للنهايه، انت مجرد بس ما تريح صباعك كده عليه وتبدا تشد الكارت لبره شويه. لازم تشد الكارت، هتلاقيه يروح طالع منك بسهوله. لكن لو فضلت تحاول انك تفتح اللوك للنهايه عمره ما هيفتح معاك. هو فين بقى المسمار ده؟ نعمل لنا قفله بعد كده واسوس يجروا ورانا. بص كده المقارنه ما بين الكروت دي 3070 تي اي وجده ده او جد جدوده يعني الجي تي 740 قد المروحه بس تقريبا. هو عباره عن مروحه في الكارت ده، كله كده شكل مركب عباره عن مروحه. سبحان الله الدنيا اتطورت جامد. يلا نركبه. ده ايه ده اللي على اخر الزمن مش عارف اركب البسكوته الصغيره دي، حته اللمباده دي اللي في ايدي. عموما انا حاسس من المنظر العام كده ان انا لما اجي اشغل الجهاز هتلاقي المعالج بدل ما يطلع لك الرساله بتاعت بريس اف 1 هيقول لك يا معلم القذاره اللي انت عاملها دي اقفل يا عم، انت جيت تهزاني ولا ايه؟ مش اسلوب دوت. هنحط بس الستة بن. طيب يا شباب خلونا نبتدي بلعبه سبايدر مان مايلز مورالز، على اساس انها لعبه حديثه وكده وتريبل اي، فخلونا نجرب نشوف الكارت اصلا هيعرف يقومها ولا لا. الاعدادات اللي عاملها دقه عرض 720. هنقفل الاب سكيلينج ميثود دلوقتي وهنفتحها من جوه اللعبه ونجرب الجرافيكس، كل حاجه على فيري لو، هقفل على اي مؤثرات موجوده، نعمل اوكي وبلاي. بيقول لك your GPU NVIDIA GeForce GT 740 is compatible with the game, but for the best experience we strongly recommend using newer device at 526 اللي هو احدى يعني اصدار تحديث من ال 500، ولكن للاسف ده اخر تحديث نزل للكارت ده كان في 20/12/22 وده كان رقمه 474، فما هوش في ال 500 خالص ومش متاح لنا ال 500. فيلا نجرب من غير التحديث ونشوف ايه اللي هيحصل. بصراحه اللعبه لو اشتغلت هتبقى الحكايه جامده زحليقه فوق ما تتخيلوا يعني. فيا مسهل الحال. بدايه شاشه سوداء لسه ما دخلناش على المنيو، ومعانا 7 فريمات. الفريم تايم 138 ملي ثانيه. يا مساء الضحك يا معلم. احنا لسه بنقول يا هادي. بس بصراحه انا مستغرب ان هي فتحت، يعني غالبا المفروض الحاجات الحديثه دي مش هتفتح، بس بيس جدا يعني. الله 7 فريمات بجد في المنيو، ده شيء مبشر جدا. زي ما انتم شايفين كده ان جيم عندنا 18 فريم في الثانيه. انت متخيل انك انت هتلعب دقه عرض 720 18 فريم، كل حاجه الموشن بلور حرفيا مدمرها وانت بتتحرك. يعني دي تجربه لعب لا اتمناها فعلا لألد اعدائي. طيب خلونا نفكر كده او نجرب عفوا ان احنا نشغل الاب سكيلينج ميثودز اللي موجوده نجربها، زي مثلا الاف اس ار 2 يعني وكده. خلينا كده نروح عند الاف اس ار 2 اهو. بس خلينا الاول نجرب الاي جي تي اي دون نشوف كده هيعمل ايه. هنعمل ايه كده
انا ما اعرفش دي يعني اول مره اجربها الحقيقه. اوكي 24 فريم نايس. 22 يعني كويس والله بجد انا منبهر باللي بيحصل ده، مش مصدقه اصلا. فخلينا نروح تاني كده هنا ونخليها مثلا على الترا بيرفورمانس. ماشي نعمل اوكي ونجرب. نايس هي بس الدنيا باظت. بص بسبب الفريمات القليله ما بيبقاش فيه داتا كويسه او كافيه للمعالجه. بص الدنيا بتخش في بعضها خالص. فحان الوقت ان احنا نجرب حاجه اكثر قوه واكثر فاعليه، الا وهي مخوفهم ومعذبهم ال AMD FSR 2.1. نضرب ابلاي ونعمل كونتينيو ايه ده؟ ثواني كده كل حاجه بقت اسود ورجعنا ل7 8 فريمات تاني كاننا كنا تحت كنا بره في المنيو. ديم يا جدعان بجد ايه ده؟ لا 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 الكلام ده مش نافع. فهو احسن حل، احسن تجربه هناخدها بالاي جي تي. اللعبه قطعت عملت كراش. ديم يعني انت تلعب 20 فريم والدنيا بتقطع حواليك، ده اللي متاح ان انت تلعبه في سبايدر مان. والله انا شايف ان الكارت ده كتر خيره اصلا انه قدر يشغل اللعبه او قدر ان هو يفتحها بمعنى اصح. طيب خلونا دلوقتي نجرب ان احنا نشغل سايبر بانك ونشوف ايه اللي هيحصل. انا ما اظنش انه هيعرف يفتحها بصراحه، يعني خلونا دلوقتي اهو ما عرفش يفتحها، مش عارف يفتحها. ده كلام منطقي جدا يعني. اصل سايبر بانك هيعمل ايه فيها؟ يعني هو ما عرفش يشغل سبايدر مان اللي انا بشوفها اصلا لعبه ما هياش تقيله، كانت شغاله اصلا على اي بي يو وكانت زي الفل. دلوقتي هنجرب اوفر واتش 2 على اقل الاعدادات، اقل الاعدادات، كل حاجه لو فيري لو. بص مفيش اي حاجه شغاله، وهنلعب على دقه عرض 1920 في 1080 بمعدل تحديث 120 هرتز، لان الكارت ده الاتش دي ام اي اللي فيه ما بيدعمش اكتر من ال 120 هرتز. طيب اللي انا شايفه دلوقتي ان المتوسط في رينج ال 91. نايس يعني هو ماسك 80 تمام. والله عظمه قوي. انا ما تخيلتش بصراحه ان احنا ممكن ناخد اي تجربه لعب يعني ادميه من هذا الكارت. اف نهار اسود على الفضايح، نهار اسود انا اتدلكت طيب والله العظيم يعني انا شايف ان التجربه فعلا ممتازه، يعني اللي هو ده كارت يعتبر ببلاش فعليا. طب خلينا نجرب كده دقة عرض 720. فين 720 طب خلينا نجرب ال 900 بي، لان 900 بي برضه كويسه. نايس 120 فريم لول. ده فعلا شيء انا ما توقعتوش بقى بجد، يعني اللي هو يعني بعيد خالص عن تخيلاتي، يعني اللي هو ازاي. تعالى بقى نعمل حته تليبورت كده بقى، ولا سحر ولا شعوذه. خدها بيت، خدها بيت نختبي بقى دي سبير. ايوه يا بلبل يا جامد، ايوه احنا في زمن البلابل. شابوه للكارت الصراحه ان هو قادر يهندل اللعبه بهذا الشكل بامانه يعني. اما الان صديقي العزيز هنجرب بسكليت اونلاين، لان في ناس كتير برضو بتطلبها على دقه عرض 1080 120 هرتز على اقل الاعدادات، ما عدا الديتيل بعملها كواليتي، لان دايما لما بعملها يعني عفوا بعملها ميد او هاي بحس ان الفريمات بتبقى اكثر ثباتا، ولكن كل حاجه تانية اوف وعلى اللو. يلا بينا نجرب الجيم هيبقى عامل ازاي. بحيث اشتري 280 انا مش 300 فريم. ايه ده يا جدعان يا ريس؟ ايوه انزل كده، ده طبيعي يا عم. انا مت ليه؟ مش لابس السماعات اصلا. بس انت شايف المنظر فوق ال 200 فريم. انت بتتكلم المتوسط دلوقتي اللي مقري 201 فريم، يعني اللي هو لا ده شغل تمام التمام قوي. بس على فكره لازم تبقى واخد بالك انك انت لو انت معاك الكارت ده وما انتش اخد الاداء ده، لازم تبقى عارف ان ده شيء طبيعي، لان اللعبه دي احنا بنتكلم الفريمات دايما بتضغط على المعالج. فريمات عاليه في اي لعبه مش في فالورنت بس بتضغط على المعالج، فكل لما يكون السنجل كور بيرفورمانس عالي هيكون الاداء افضل.
فعشان كده انا حطيت الكارت على ال 12700K، ما حطيتوش على المعالج بتاعي الاساسي اللي هو ال 3700، لانه سنجل كور بتاعه مش افضل حاجه يعني. فالواضح فعلا ان الكارت قادر يدي اداء. انت بتتكلم في حتت بنوصل فيها بيعمل سبايك ل 386 فريم وبمتوسط 208، لا 211 212، ارقام فعلا عظيمه يعني. اللي هو 350 جنيه ولا 300 جنيه النهارده مش فلوس وما بيجيبوش فعليا اي حاجه. كون ان هم يجيبوا كارت يقدر يخليك تاخد تجربه لعب محترمه. انا كل شويه اموت من ظهري مش عارف ليه. مفيش اي احترام للبلابل، مفيش اي احترام للاشقيه، مش شغل ده. نرجع تاني للشغلانه يا معلم. انا شايف ان الاداء لحد كده محترم جدا. تعالى بقى يا معلم نكسر سرعه كارت الشاشه ونشوف هنوصل لحد فين. اما عن عمليه كسر السرعه فالموضوع كان ممل للغايه، لان انا فضلت ازود عشرات هنا وعشرات هنا في الكور وفي الكلوك لحد ما قدرت اوصل ل 100 ميجا هرتز في الكور وكمان 580 ميجا هرتز في الميموري كلوك. موضوع جبار صديقي العزيز. الكارت شغال تمام في الاختبار بتاع الفير مارك، ولكن لما بتخش الالعاب التقيله زي شادو اوف ذا تومب رايدر، اوفر واتش، الكلام من ده الكارت بيهس منك. اما في فالورنت هتلاقيه شغال معاك تمام. للاسف الشديد علشان الالعاب كانت بتعلق فضلت انزل جوه الالعاب واحده واحده لحد ما وصلت عند 500 ميجا هرتز بالنسبه للميموري و95 ميجا هرتز بالنسبه للكلوك. حاليا كارت الشاشه مكسور سرعته لحد 1150 ميجا هرتز للكور و3020 ميجا هرتز الرامات. وزي ما انت شايف صديقي العزيز يعني التحسن هنا مش باين قوي، ولكن هنا لما كنا بنمشي كان بيعمل دروبات لل 220 وكده. دلوقتي الواضح ان هو يعني ماسك نفسه اكتر. انا كل شويه بموت موتات متخلفه حرفيا، بس زي ما انت شايف كده المتوسط ماسك 284 فريم. طبعا انا مش هقعد العب الجيم كامل حق الله يعني علشان الملل وكده، ولكن يعني يوم ما هينزل يا عم بدل 283 ولا 284 هيمسك مثلا قول 250 فريم. 250 فريم في المتوسط بكارت ب 350 جنيه. لا ده احنا لازم نقف هنا ونضرب تعظيم سلام الحياه في لعبه زي فالورنت. اما في لعبه زي اوفر واتش فالتحسن كان واضح في المناطق المفتوحه. كنا الاول بنطلع في منطقه مفتوحه تلاقي الفريمات نزلت ل 60 ولا 70 فريم، دلوقتي لا بتبقى ماسكه نفسها قرب ال 100 يعني، حتى مش بتنزل لل 80 ولا كلام من ده، لا بتلاقي 99 95 وتطلع تاني فوق ال 100 على طول عند ال 120 وال 130. ففي تحسن واضح في اوفر واتش. واحيانا بعض الالعاب ما كانتش بتشتغل بال 95، كانت لازم تنزل لل 90 والميموري تنزل لل 480، ولكن الاداء فعلا اتحسن شويه عن ما كنا على الديفولت بتاعنا. اما على لعبه زي شادو اوف ذا تومب رايدر فادتني اداء فعلا ممتاز على دقه عرض 720 بي مع كسر السرعه ممتازه جدا. لو انت قصدك ان انت تعمل كده وتاخد صوره مبكسله تعمل بقى شويه ميمز، غير كده ناقص من الموضوع. الخلاصه صديقي العزيز، هل انصحك بان انت تجيب الكارت ده في 2023؟ الاجابه وبكل بساطه الكارت ده هيكون كويس لو انت بتحطه في جهاز موجه للاستخدام المكتبي، شغل تصفح سواء يوتيوب او سوشيال ميديا. واحد عايز يشتغل وورد واكسل وعايز بس حاجه تطلع له فيديو اوتبوت يكون كويس حتى لو على دقات عاليه زي ال 2K مفيش اي مشكله. من الاخر الكارت هيكون ممتاز في الاعمال اللي ما بتتطلبش الجي بي يو اكسلريشن، وصدقني ساعتها هيوفر عليك مبالغ كبيره، دي احنا متفقين عليها. ولكن لو هنتكلم عن الجيمنج فاكيد انت مش هتلعب فالورنت واوفر واتش بس، اكيد عايز تغير، عايز تكسر الروتين، عايز تلعب لعبه ستوري. وهنا هتبدا المعضله الاساسيه ان احنا مش هنعرف نشغل الالعاب الحديثه والاي بي ايز الحديثه. اصلا الالعاب ممكن ما تفتحش معاك من الاساس علشان تعرف هي هتقدم معاك عامله ازاي. ولو لعبه فتحت معاك مثلا حاجه زي الشادو اوف ذا تومب رايدر فهتلاقيها دايما بتفتح معاك على دقات عرض قليله جدا زي ال 720 فما اقل، وساعتها هتكون التجربه اكتر من سيئه. كل حاجه مبكسله وما هياش واضحه، تنفع بس وهتبقى يوزابل لو انت هتاخد الفوتج دي تعمل عليها شويه ميمز صديقي العزيز. ناهيك كمان عن ان الكارت ده ما بينزلوش تحديثات، واخر تحديث ليه نزل كان في شهر 12 اللي فات اللي هو 12 2022. من الحاجات الغريبه قوي في الكارت ده ان هو ما بيدعمش انكودر، ومع ذلك انفيديا شادو بلاي قادر ان هو يشتغل وقادر ان هو يسجل، والانستنت بلاي اللي بيسجل اخر 5 دقائق او دقيقتين او 3 او 10 حسب اعداداتك شغال عادي وبيسجل عادي. سبحان الله. لو حابب بقى معلم تشوف تجارب مجنونه تانية فما تنساش ان انت تتابع القناه وتعمل لايك وشير واشتراك. وكان معكم نبيل، سلام.